السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم آمين. جمعة مباركة علينا وعلى حضراتكم. النهاردة في الحلقة دي حضراتكم هنحاول نقدم معنى كلمة منتشرة في المجتمع المصري وبتعبر عن الحالة اللي معظم الناس بتعيشها. الكلمة يا اخوانا معنى كلمة بزراميط. يمكن في حد حضراتكم دلوقتي بيضحك، والكلمة دي بنستخدمها. أولا يا اخوانا الكلمة دي استوحاها أهل مصر من اللغة الفرنسية، وبتعبر حضراتكم كلمة بزراميط عن الحاجات الغير منطقية، الحاجات الغير متجانسة، الحاجات الغريبة، الحاجات اللي ما فيهاش منطق. يعني زي ايه؟ يعني زي مثلا لما نقول مش مهم نجوع بس نبني. طب هو فيه جعان بيبني؟ ده نوع حضراتكم من انواع البزراميط، اللي هو الكلام الغير عقلاني. يعني مثلا لما يتقال يعمل ايه التعليم في وطن ضايع؟ حضراتكم التعليم بيبني وبينهض بأي مجتمع. إذا الكلام اللا عقلاني والكلام اللا منطقي والكلام اللي تحسه إن عقلك مش مستوعبه هو معنى كلمة بزراميط. حضراتكم تلاقي مثلا يقول لك تستحمل، والأيام الصعبة تستحمل. طب ما الناس جابت آخرها، الناس تعبت. هو معنى كلمة بزراميط اللي هي مستوحاة من اللغة الفرنسية. الحاجات اللا عقلانية التي لا يقبلها العقل معنى هذه الكلمة. وأقول لحضراتكم مثال يقرب لكم الموضوع. من الحاجات التي لا يقبلها العقل إن يعتبر الموظف أو المسؤول إن بيتصرف من منطلق وظيفته بأنها ملكية عامة. ما يعرفش إن إذا كان مسؤول أو موظف دي وظيفة بيأديها وبياخد قبالها أجر وبياخد امتيازات الوظيفة. أي شيء لا يقبله عقل ويرفضه المنطق، وأي حاجة مش متجانسة وحاجات غريبة يقال عليها بزراميط. دي معنى كلمة بزراميط حضراتكم، وهي مستوحاة من اللغة الفرنسية. جمعة مباركة علينا وعلى حضراتكم، وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.